حي الله بختي منال، واخيرا زرتينا تو ما نور البيت. تسلمي الله يخليك، والله ودي اجي من زمان لكن تعرفي امي بروحها في البيت ولازم اساعدها في الشغل. يلا حبيبتي الحمد لله. الحمد لله. عين وين تركي؟ تركي يلعب. تعالي دامنا جالسين اراويش هذول الاطقم خاطر افصلهم للعيد. يلا. شرايش هذه حلوة. هذه احلى صراحة. حلو. أنا ما عندي تعورني. سلامتك حبيبي، وين تعورك؟ لازم اتصل في ابوك عشان يوديك المستشفى. ناصر انت وين؟ تعال البيت عشان نودي تركي المستشفى، عينه تعوره. انتظرك، الله يحفظك. خلاص الحين يجي ابوك يوديك المستشفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير ماله تركي وش في عينه؟ كان جالس يلعب في الغرفة، جانا وما قادر يفتح عيونه. دام كل الوقت في الغرفة ويلعب على الايباد، كم مرة خبرتك انتبهي على الولد. يا ناصر ما وقت هالكلام، خلينا نروح المستشفى. يلا خلا روحنا خلا. طمن الدكتور، كيف تركي الحين؟ الحمد لله، تركي يعاني من التهاب في العين اليمنى وضعف في النظر. هل لديه يعاني من مشاكل ثانية؟ صداع، دوخة؟ ايوه. يستعمل الكمبيوتر والأجهزة اللوحية لفترات طويلة؟ هو يستخدم الآباد. نعم، وقت واحدة من أهم أسباب هذا الالتهاب اللي تصير في العين وضعف في النظر هي استعمال الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة. زين الحين كذاك كم مرة خبرتك لا تخليه يستخدم الايباد طول الوقت، هذا نتيجة اهمالك ودلعك الزايد. يا أخي هذا الكلام الحين ما يفيد، الطفل يحتاج اهتمام وشغال وقته في الرياضة ونشاطات أخرى. بالنسبة للالتهاب الحين أنا حاصف لكم علاج لهذا وورقة لعمل نظارة لمساعدة على تحسين النظارة. شكرا دكتور، جزاك الله خير. أهلا وسهلا. تفضلي. تفضل. شكرا. حبيبي تركي كيف الحين عينك؟ عيني زينة بس غاشي. يلا حبيبي شوف حبيبي، اهم شيء لا تفسخ النظارة ولا تلعب بالايباد كل وقتك، زين؟ ان شاء الله تكون احسن. الله يحفظك حبيبي. تركي تروح الحديقة؟ أيوة. زين يلا تجهزوا عشان نروح يلا بسرعة. يلا عشان تسبح.
ايش احسن من هذه الالعاب؟ تخلي الطفل يستمتع بطفولته بدل عن الاجهزه الالكترونيه. كلامك صحيح يا ناصر. أتمنى كل الأمهات تنتبه على الأطفال، لأن الإدمان على الأجهزة الإلكترونية لها تأثير سلبي.